صباح الخير عليكم يا جماعة، ورجعت لكم فيديو جديد واختلاف جديد ما بين مصر وما بين النرويج. والنهاردة الاختلاف اللي انا راجعة بيه ان احنا لازم نتعلم في مجتمعاتنا ان احنا نقول لا، او ان احنا نقول ما نعرفش. ايه المشكلة؟ هنا الناس بتتعلم من سن صغير جدا ان لازم تعرف تقول لا، وتعرف تقول ما اعرفش. ولو حد عمل فيك جميل او خير، اوكي، على عيني وعلى راسي، بس ما ينفعش ان انا امشي طول العمر او بقيت عمري شايله على راسي وأقول لا ده فلان الفلاني عمل فيا جميل، لا لا فلان الفلاني اوكي عمل فيا جميل، بس ما جيش على نفسي، ما جيش على عيلتي. فهم بيعلموهم من سن صغير كل الحاجات دي. لكن عندنا مفيش حاجه اسمها لا، او مفيش حاجه اسمها معرفش. من سن صغير في البيت لازم يعلموك ما ينفعش تقول لا، عيب تقول لا. ما ينفعش تقول معرفش، عيب تقول معرفش. عيب ترد على حد كبير. لا، لازم الطفل او اي بني ادم وهم بيربونا ان هم يعلمونا ان احنا نقول لا، لان الحياه لما بنقابلها لما بنكبر بتبقى صعبه علينا جدا. يعني انا واحده من الناس عانيت من الموضوع ده كتير جدا لما جيت هنا، لان انا طالعه في مجتمع ما ينفعش اقول لا. اللي يعمل لي جميله لازم اشيلها له على راسي بقيت عمري. كل الحاجات دي. بس جيت في مجتمع ما فيهوش الحاجات دي. فواحنا بنتعلم او احنا بنكبر ما نعرفش كل واحد هيروح فين في الاخر. انت هتمشي في انهي بلد، وانا همشي في انهي بلد، وده هيعيش في انهي بلد. فلازم نتعلم، وفي بلدنا كمان لازم نتعلم. لان مش لازم عشان حد عمل لك جميل او حد عمل لك خير لازم تشيله على راسك بقية عمرك، وتيجي على نفسك وتيجي على نفسك وتيجي على نفسك. ما ينفعش. وبعدين حاجة تانية بقى غريبة جدا عندنا، ان عندنا لما من كتر الناس ما بتعرفش تقول لا، يعني فاهم. فان هو عندنا تقابل حد في الشارع، تبقى سايق عربيتك ورايح مشوار مهم جدا، ويعني بص مستعجل ويعني خلاص، وتقابل حد تسأله حضرتك اروح الطريق ده منين، فيرد عليك يقولك يمين في شمال طوالي هتلاقي الطريق اللي انت عايزه. وممكن يكون الطريق مش كده خالص، بس المشكلة جاية من ان احنا ما بنعرفش نقول لا. ما بنعرفش نقول والله حضرتك ما اعرفش الطريق منين، انا مش ما اعرفش، ممكن تسأل حد تاني. مفيش الكلام ده عندنا. فممكن يدخلك في حارة سد، يعني زي ما بنقول عندنا في مصر. فلازم يا جماعة نتعلم ان احنا نقول لا مش عيب. في مجتمعاتنا هم مطلعيننا ان احنا نقول لا يعني عيب. قول لا، ومش لازم تشيل الجميل على راسك طول العمر وتيجي على نفسك وتيجي على الاخرين اللي هم حواليك، اللي هم القريبين منك، اللي هو عيلتك، اللي هو اخوك، اللي هو اختك. لا، عادي ينفع نقول لا. الموضوع ده مهم جدا ان احنا نتعلمه، بس انا عارفة ان هو مش موجود في مجتمعاتنا. قليل جدا 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 الناس اللي بيتعلموا يقولوا لا. وده كان موضوعنا النهاردة، واستنوني في فيديو جديد واختلاف جديد ما بين مصر وما بين النرويج.